توقيف طيار كندي عن الخدمة، والسبب ما معه تصريح قيادة طائرات. خبر نازل امبارح بمعظم الصحف، وبحسب ما افادت اير كندا انه تم سحب طيار من الخدمة فورا. وبس خليكم بموضوع فورا لانه حاحكي فيه بعدين، بعد ما عرفوا انه هذا الزلمة مزور بالوراق، وهو اصلا ما بحق له قيادة طائرات ركاب ضخمة او طائرات تجارية وعم بقود هيدي الطائرات. وابلغوا الشرطة وابلغوا هيئة النقل الكندية، وقالوا لك انه اير كندا هي بتشيك دايما، وكل 6 اشهر بيعملوا دورات وهن بيتابعوا ورا الطيارين، وانه الموضوع بامان والسلام العامي زي الفل. بتقلي مين هو الطيار؟ شخص اسمه جيفري وول، عمره 59 سنة. بحسب الشرطة قالت لك هو كان عامل بلاغ كاذب بيقول فيه انه وراء اللي بتثبت انه هو معه شهادات قائد طائرة قايل انها مفقودة. وهلا التحقيقات ماشي والموضوع ماشي. بتقلي هذا لازم يعني يشنقوه، مش قد ما شكل خطر على السلام العامي. وتصور انت قاعد بطيارة والطيار اعمى مثلا يعني. بس اير كندا لما استعملت مصطلح فورا بتقلي يعني صاروا 6 اشهر عم بسوق طائرات كبيره، سنه، سنتين، 3 سنين، صاروا 16 سنه، وصار عامل 900 رحله طيران، واستعملوا قال وقفوه فورا بعد ما عرفوا. بتقلي هذا لازم يحاكموه؟ لا والله، انا بداله بصرف له مكافاه وبظبط له وضعه وبقول له الله يوفقك والله يخليك ما تحكي، لانه المفروض يحاسبوا المسؤولين بالشركه.